أهلا ومرحبا بحبايبي، يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ معاكم جدة ملك، والنهارده جايه وجايبالكم مثل شعبي بيقول الستر احسن من الغنى. والمثل ده من الامثال الجميله وبسيطه ووراه حكمه عميقه جدا بتتقال في مواقف كتير من الحياه. الستر هنا مقصود بيه الستر الحالي، يعني الانسان يكون عايش في امان وهدوء، مستور الحال، مش محتاج لحد، ومفيش فضايح او مشاكل كبيره. اما الغنى فده معروف انه المال والثراء والعيشه المرتاحه. والمثل بيقول ان الستر احسن من الغنى، لان الفقر عمره يعني ما بيوجع زي الفضايح او انكشاف الستر، بتوجع اكتر، ومال الدنيا كله ما بيعوضش الكلام ده. والمثل ده بيتقال لما نلاقي حد في حاله على قده بس مرتاح وعايش عيشة هادية، او لما بيحصل موقف وحد ربنا ينجيه بستر ربنا طبعا، فبنقول الحمد لله الستر احسن من الغنى. ولما نشوف أغنياء عندهم فلوس كتير لكن حياتهم كلها مشاكل وفضائح، والحكاية النهاردة معانا بتقول ايه. كان في زمان راجل فقير بسيط جدا اسمه عم عبد الله، وكان بيشتغل فراش في مكتب حكومي بسيط ومستور، وكل يوم بيرجع بيته يلاقي مراته محضراله الأكل البسيط، وولاده نايمين دافيانين وبصحتهم. وفي نفس البيت كان معاه واحد تاني ساكن، تاجر كبير اسمه الحاج محمد، وعنده فلوس كتير وعربية فخمة، لكن بيته دايما كان فيه صريخ ومشاكل، ومراته تهدده آه، وتفضحه لو عرفت عنه سر، تعلنه للناس وتقوله لولادها وتقوله لجيرانها، ومشاكل الشغل تقولها للناس. المهم كانوا بيطلبوا منه فلوس كمان دايما كتير قوي، وفي خناقات ومشاكل عائلية. وفي يوم حصلت مشكلة كبيرة عند الحاج محمد ومراته، قالت الأسرار دي للناس عن شغل، اتفضح قدام الناس وخسر جزء كبير من تجارته. الناس كلها قالت يا سلام، عم عبد الله الفقير عايش مستور، والحاج محمد الغني اتعرى قدام الناس. والله الستر أحسن من الغنى. وطبعا حكايتهم كانت معروفة لأنهم كانوا جيران وفي وسط جيران تانية، والناس شايفة بتقارن بين ده وبين ده. وطبعا يا حبايبي ده بيعلمنا ان مش كل غني سعيد ولا كل فقير تعيس. الستر والراحة النفسية اهم من الفلوس، والفلوس ووجع القلب والكلام ده. ولو عجبتكم الحكاية فضلا وليس امرا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك، وعشان رأيكم بيهمني اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.